أهلا بيكم مع حلقة جديدة من تفكيك. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الحدود، عن النسخة المعدلة، عن إنك ساعات بتعيش عشان ترضى مش عشان تكون. وخلينا النهاردة نسأل سؤال مباشر: لو اختفى كل اللي حواليك، مفيش إعجاب ولا نقد ولا حد محتاجك ولا حد بيهاجمك، أنت هتكون إيه؟ لأنه في الحقيقة كتير مننا مش عايش بهوية، إنما عايش برد فعل. الهوية اللي أنت شايفها عن نفسك ممكن تكون مجرد استراتيجية نجاة، مش اختيار ولا حتى جوهرة، لكن طريقة اتعلمتها عشان تعيش. كنت محتاج تبقى هادي عشان البيت كان متوتر، كنت محتاج تبقى قوي عشان محدش كان شايلك، كنت محتاج تبقى مرضي عشان الحب كان مشروط. فبنيت نسخة تنفع المرحلة، بس المرحلة خلصت والنسخة لسه شغالة. أوقات كتير يا صديقي أنت مش بتدافع عن شخصيتك، إنما بتدافع عن آلية قديمة بتأذيك. وأخطر لحظة في رحلة الوعي هي اللحظة اللي تكتشف فيها إنك مش عارف تحب نفسك غير لما تبقى مفيد أو قوي أو مطلوب أو حتى ضحية. تكتشف إنك مش متصالح مع نسختك العادية، النسخة اللي هي لا بطولية ولا حتى مأساوية. وده اللي بيخلي ناس كتير ترجع تلبس قناع قديم بس عشان تحس إنها حد. وهنا يبدأ الخوف الحقيقي، مش إنك تفقد دورك، لكن إنك تكتشف إنك ما تعرفش نفسك من غيره. الهوية مش أنا إيه، الهوية أنا كنت إيه في عيون مين. أول مرة حسيت إن ليك وجود ما كانش وإنت وحدك، إنما كان وإنت متشاف بنظرة أم، أو متقيم بنبرة أب، أو متجاهل في بيت كل واحد مشغول بنفسه. أحيانا هويتك كلها مش مبنية على حقيقتك، لكن على الصورة اللي ارتاحت لها عيونهم. لو كانوا بيحبوا الهادي بقيت هادي، ولو كانوا بيخافوا من القوة دفنت قوتك، ولو كانوا بيكافئوا على التفوق بنت ذاتك حوالين الإنجاز. بس السؤال المرعب هنا، لو النظرة دي اتغيرت انت هتفضل موجود؟ في التحليل النفسي يا صديقي احنا مش بنشوف صورة نفسنا، احنا بنشوف صورهم جوانا. صوت الأم اللي بيقول كويس أو بيقول مش كفاية، وصوت الأب اللي بيقيس الرجولة أو بيخوف من الفشل. فأنت مش بتعيش بهويتك، إنما بتعيش بعلاقتك الداخلية بيهم. يعني إيه؟ يعني ممكن تبقى راجل ناضج لكن جواك طفل لسه بيحاول يثبت نفسه. ممكن تبقي ناجحة جدا لكن جواكي بنت صغيرة خايفة تتساب. ممكن تبقى قوي لكن القوة دي رد فعل مش اختيار. وخليني يا صديقي أسألك حاجة بصوت هادي: لو مفيش حد هيزعل منك ولا يحكم عليك ولا هيسيبك، هل هتبقى نفس الشخص؟ لو الإجابة لأ، يبقى في جزء منك لسه عايش عشان ينجو مش عشان يعيش. الشفاء مش إنك تبقى نسخة جديدة، الشفاء إنك تفصل ما بين أنا وما بين الطفل اللي كان بيحاول يرضى. مش إنك تقتل الطفل ده، لكن تبطل تخليه يقود حياتك. أحيانا يا صديقي أكبر خيانة لنفسك مش إنك تأذيها، لكن إنك تفضل وفي لدور خلص من زمان. الهوية مش ثابتة لأن الإنسان مش ثابت، واللي خلقك ما خلقكش نسخة واحدة، إنما خلقك قدرة إنك تتغير وتنضج وتفشل وترجع مرة تانية. الهوية الحقيقية مش صورة كاملة، إنما الهوية الحقيقية مرونة. طيب بعد ما تفصل نفسك عن أدوارك القديمة، وبعد ما تسامح الطفل اللي كان بيحاول ينجو، تعيش إزاي تكمل وانت واعي من غير ما تبقى قاسي على نفسك؟ إزاي تفضل إنسان من غير ما تتحول لمشروع تطوير أبدي؟ ده يا صديقي موضوع حلقتنا الأخيرة، الحلقة الجاية، حلقة العودة إلى الذات، مش نهاية لكن طريقة حياة. وما تنساش يا صديقي شير للفيديو، يمكن غيرك يستفيد. رمضانكم سعادة.